الحقيقه بيراميدز عمل ماتش حلو جدا. جيمي باتشيكو عمل ماتش بجد محترم. هارد لك لنادي بيراميدز. هارد لك ايه يا معلم؟ تعالى، ده هي ما ينفعش تخلص غير كده. بيراميدز هياخد اول بطوله على قفانا؟ ما كانش ينفع باي حال من الاحوال ان دي تحصل. نادي معمول مكايده فينا، وشفنا في الفتره بتاعت انشائه دي يعني ظروف كل جماهير النادي الاهلي تفتكرها، ظروف سيئه جدا بره الملعب قبل جوه الملعب. عشان النوايا مش سالكه ما ينفعش كان النادي ده ياخد بطوله على قفانا. وان شاء الله سواء عبد الله او احمد فتحي او شريف اكرامي او اللعيبه دي او حتى رمضان صبحي يعتزلوا من غير ما ياخدوا اي بطوله مع النادي ده. فالف الف مبروك للنادي الاهلي. ويلا بينا ندخل في الحلقه. في البدايه كده مش محتاج اتكلم عن كواليس قبل الماتش، ان دي اول بطوله لبيراميدز لو كسبها وقصاد النادي الاهلي، الفريق اللي معمول عشانه اصلا. والنادي الاهلي ما ينفعش يزعل باي حال من الاحوال كل الجماهير اللي راحت دي، وبالتالي كان باين جدا التركيز والضغط العصبي على اللعيبه من الفريقين. وكان باين برضو على اداء المدربين الاثنين، سواء جيمي باتشيكو اللي خسر قبل كده مع الزمالك قصاد الاهلي في نهائي القرن وبالنسبه له دي فرصه يرد شويه جزء من اعتباره، او مستر كولر اللي اكيد عارف الظروف اللي بيلاعب فيها الاهلي بيراميدز، واكيد مستر كولر عايز يضيف تاني بطوله ليه بعد السوبر قصاد الزمالك. فبالتالي الاثنين مدربين خايفين من بعض، الاثنين مدربين ما عندهمش الجرأه ان هم يهجموا. تحس كده، عارف لما تيجي تلعب ماتش شطرنج مع حد كل حركه اللي قصادك يعملها تعمل زيها؟ او الماتش كان عامل كده بالظبط. الشوط الاول بالذات ما كانش ممتع خالص، مقفل من الطرفين، كل اللعب في نص الملعب، اصابات كتير، كل فريق بيلعب مان تو مان، لعيبه بالاسم مكلفه بادوار رقابه للعيبه من الفريق الثاني برضه بالاسم. حمدي فتحي مع بلاتي توريه، مروان عطيه مع عبد الله السعيد، عمرو السوليه مع وليد الكارتي. لو الكره مش معانا اللعيبه دي ممسوكه عشان ما تستلمش كره براحتها، ولما الكره بتبقى معانا برضو اللعيبه بتاع بيراميدز اللي قلنا عليهم دول ضاغطين على الثلاثي بتاعنا عشان ما يلعبش براحته. وبالتالي ما تلاقيش جمله واحده اتعملت. الملعب مفتوح من ناحيتين ببيرسي تاو وحسين الشحات ممسوكين دايما بزياده عدديه، ما بيتهنوش على كوره. والحل في الموضوع ده كان ان انت تبدا تهجم وتطلع الاطراف بتاعتك، ولكن كولر ما كانش بيعمل كده عشان عارف ان الكرات المرتده علينا هتبقى خطر. فالاتنين مدربين خايفين من بعض، بالبلدي كده اهجم لا مش ههجم. ورغم كده النادي الاهلي في الشوط الاول كان هو الاقرب ان هو يحرز اهداف. في كوره حسين الشحات عملها على راس كهربا، لو كان هيدر كويس شويه كان حطها بمنتهى السهوله. وكوره تانية جمله برده بين حسين الشحات وعلي معلول تتلعب لمحمود عبد المنعم كهربا سهله جدا جنب نقطه الجزاء، يحطها ببطن رجله في السماء. بيراميدز ملوش اي خطوره تذكر غير شوطه كده من عبد الله السعيد وحشه قوي يعني بره. والشوط الاول يخلص 0-0. ويلا بينا نروح على الشوط الثاني. الشوط الثاني برده يبتدي باصابه ثانيه بخروج عمرو السوليه ونزول محمد مجدي قفشه. والحقيقه برده مش لاقي اي سبب للاصرار على الدفع بمجدي قفشه. ماله يا جدعان احمد القندوسي؟ ما هو قاعد بره. نفضل بقى في حاله الخوف والترقب ده من الفريقين لحد الدقيقه 72. بيراميدز من فاول تترفع عاليه، مفيش رقابه، يطلع احمد توفيق يحط الكوره براسه، الشناوي يتفرج عليها تخبط في العارضه، ترد الوليد الكارتي اللي محدش ماسكه خالص يحطها بمنتهى السهوله براسه. الوم هنا بقى على محمد الشناوي. معلش، فين يا معلم الاسترتش اللي بتعمله؟ يعني فين حتى المحاوله ان انت تفرد جسمك عشان تضيق الفرص على وليد الكارتي ان هو يحطها؟ رد فعل بطيء جدا وسرحان واستمرار لاداء سيء من محمد الشناوي. تدخل الكوره جون 1-0. ده طبعا ما ينفيش ان في سوء رقابه وان وليد الكارتي ده متساب لوحده كده، ما تفهمش ليه. المهم يعني ان بيراميدز 1-0 في وقت بايخ جدا قصاد 10000 متفرج من النادي الاهلي. وهنا بقى تظهر حاجه كل الناس بتتكلم عليها، شخصيه البطل. الناس بتاخد الكلمه دي كده وتعديها، موجوده اهي وجات امبارح. شخصيه البطل اللي تخليك بعد دقيقتين بس وفي الدقيقه 74 تحط جون التعادل بعد كورنر يلعبه الشحات على راس ياسر ابراهيم، يحطها براسه وكهربا كده يعني يمسي عليها قبل ما تخش جون، وهي كده كده كانت داخله اصلا. ونخش بقى في حرب اعصاب في الفار، هي اوفسايد ولا لا؟ والحمد لله تتحسب 1-1. توقيت الرجوع للماتش ده هو السبب الاساسي للمكسب. هتقول لي سبحان الله واحنا مستنيين لما يجي فينا جون عشان نلعب؟ يا باشا هي دي شخصيه البطل. وبرده الحقيقه يعني اذا كنا لومنا على الشناوي هنا، فبرده الشناوي هناك طالع في الكوره ملهاش اي 30 لازمه يعني. ما تفهمش هل العيب في اسم الشناوي ولا ايه، الله اعلم. شخصيه البطل تكمل معانا عشان في الدقيقه 78 لخبطه كده جوه منطقه الجزاء، والشناوي بدل ما يطلع ويشيل ويامن ويلعب بالبوكس ينظف الحته بتاعته دي كده دربكه، كوره كانت داخله جون يشيلها حمدي فتحي من على الخط. لا مش هتكسبه. الصراحه في الفتره دي بيراميدز كان اقرب ان هو يجيب الثاني، وكنت شايف ان مستر كولر شويه لازم يتخلى عن حذره ده ويحتاج ان هو يزود الشق الهجومي الى حد ما. يعني كهربا مرمي لوحده خالص في وسط قلبين الدفاع، والوينجات عامله استرتشات على الاخر، وبيرسي تاو مش فايق خالص وما بتطلعش الباكات بتاعتك تزيد، وبالتالي كان لازم تعمل عمق هجومي شويه
وبما ان انت خايف تزود حد من نص الملعب عشان ما تتكشفش، كنت ممكن ببساطه تدخل حد من الوينجات جوه لو مش عايز تغامر وتلعب باتنين روس حربه. لازم كنا نزود العمق الهجومي شويه قدام. بس طبعا يا عم انت مين انا مين هعدل على كولر يعني؟ حلو يا عم، حلو كده، الله يبارك. يخلص الشوط الثاني 1-1 ونروح على الاكسترا تايم. شخصيه البطل تظهر تاني بالثرو الجميل اللي عامله حسين الشحات بالمسطره على راس حمدي فتحي. وهنا سبحان الله بقى مستر كولر قرر ان هو يغامر عشان ما يوصلش لضربات الجزاء، وزود حمدي فتحي زي ما كان بيعملها في ماتش الزمالك، وهو بسم الله ما شاء الله يحط الكرة براسه. حمدي فتحي جميل بصراحه في الضربات الرأسيه من زمان يعني، عشان تبقى النتيجه 2-1 وتظهر شخصيه البطل تاني. وفرق شخصيات بقى يا باشا، انت كنت مغلوب اتعادلت ورجعت تاني، دلوقتي بيراميدز متاخر، كل سنه وانت طيب اركن. لو قعدنا نلعب من هنا لبكره مش هيدخلوا جوان. ويشيل حسين الشحات كرة من على الخط تاني من رمضان صبحي عشان تظهر شخصيه البطل تاني. هو ده النادي الاهلي، هي دي جماهير النادي الاهلي، هو ده الطموح الحقيقي. وفي اخر 8 دقائق كده يطرد محمد عبد المنعم طرد ملوش اي 30 لازمه بعد ضرب من غير كوره، وينزل خالد عبد الفتاح ورا عشان يامن في الدفاع لحد ما الماتش يخلص 2-1 ونفوز بكاس مصر. ويلا بينا نروح على الملاحظات. الملاحظات النهارده اخرها سؤال مهم جدا عايزين نعرف اجابته. اول ملاحظه عندي وهي الجماهير. جماهير النادي الاهلي بجد بجد هم العامل الاساسي في الفوز النهارده، وفي الفوز قصاد الهلال، وان شاء الله قصاد الرجاء. تشجيع من اول الماتش لاخره بروح عاليه جدا. فكرونا بايام زمان لما المدرجات كانت بتتملي 10000 بمقام 100000. نتمنى الاستاد يتفتح كله والله. فلازم الفوز يروح لهم هم اول ناس. النقطه الثانيه، والنهارده الماتش ده بيثبت فعلا بالدليل زي ما قلنا جوه الحلقه عن شخصيه البطل اللي موجوده في النادي الاهلي وانديه كبيره زي ريال مدريد. هو ده اللي مخلي النادي الاهلي فارق عن اي نادي في مصر، العقليه والشخصيه دي. ودي من اهم مكاسب الماتش، لان احنا لما كنا بنقع قبل كده كان بسبب تشوه كده بيحصل في الشخصيه دي. فالحمد لله ان احنا بنشوفها عمليا قصاد بيراميدز. النقطه دي والله العظيم اهم من الكاس واهم من البطوله. انت كده كده معاك 38 كاس، المركز الاول على كل انديه مصر. والنقطه الثالثه طبعا ان البطوله دي مهمه جدا جدا، لان انت في اخر 10 سنين سبت فرصه لنادي الزمالك ان هو يضيق الفرق معاك كتير جدا في بطوله الكاس دي تحديدا. فمهم جدا ان احنا نركز فيها تاني ونرجع نوسع الفرق تاني. انت شايفها مش بطوله مهمه بالمقارنه بافريقيا اللي كسبتها على فكره اكتر من كاس مصر في اخر 10 سنين، بس انت كنادي اهلي لازم تحافظ على المركز الاول في كل حاجه. فنتمنى نركز في البطوله دي، والحمد لله ان احنا خدناها، وان شاء الله كمان الشهر الجاي ناخد السوبر في ابو ظبي قصاد الزمالك. النقطه الرابعه بقى هو محمد الشناوي. الحقيقه انا مش عارف لك، مش عارف ايه القصه يعني. اخطاء في بديهيات حراسه المرمى، وبعدين يا معلم وبعدين اخرتها ايه؟ طيب الماتش الجاي قصاد فاركو اتمنى والله اشوف محمد الشناوي مريح حتى لو سليم. النقطه الخامسه وهي خاصه بمستر كولر اللي واخد العلامه الكامله لحد دلوقتي، سواء في البطولات المحليه او حتى في بطوله افريقيا اللي انت لسه مكمل فيها. راجل محترم رغم ان ليه اخطاء كلنا شايفينها، بس مش مطلوب مننا دلوقتي غير الدعم. مش سهل تجيب مدرب كفاءه تضمن معاه ان انت على اللونج تيرم او على المدى البعيد تكسب معاه بطولات كتير. الراجل ده مشروع نكمل معاه ونحقق له طلباته في الصيف. النقطة السادسة وهي خاصة بمحمد عبد المنعم. طرد ملوش لازمة، طرد ساذج. محمد عبد المنعم بقاله فترة الحقيقة بره التركيز، خد مدح وإشادة كبيرة جدا بالذات بعد كأس العالم للأندية، وجاله بقى قلنا عروض احتراف وحاجات كده. وكالعاده يعني طبيعه اللاعب المصري بدل ما ياخد ده حافز ليه، لا بقى يتنك على الكوره ويقف عليها وقرن، والكوره كانت هتتقطع منه النهارده وكان هيعمل علينا انفراد وربنا ستر فيها. ايه يا باشا في ايه؟ فوق كده، فوق، مش هتمشي كده صدقني. الافضل بالنسبه لي النهارده حسين الشحات. بسم الله ما شاء الله على حسين الشحات، ورد بالمسطره، رجله فيها ميزان حساس، عينه حلوه جدا، احسن من احمد عبد القادر بمراحل. اتمنى حسين الشحات يفضل متوظف في الحته دي او يشيل عننا كتير. وطبعا كالعاده اللي طالما موجود في الملعب هياخد واحد من رجال الماتش، مروان عطيه. بسم الله ما شاء الله على مروان عطيه، اللهم لا حسد يعني، ربنا يحميه. ده واخد واحده من عبد الله السعيد اللي اتصاب فيها، حته كده اللي هو رايح فين يابا تعالى. منتهى العقل والهدوء والسلاسه ومن غير ما يعمل فاول وقاطع الكوره، واصابه كمان لعبد الله السعيد، اكيد نتمنى له السلامه طبعا. بس خروج عبد الله السعيد كمان اثر على اداء بيراميدز بشكل كبير، فبرافو مروان عطيه. اما بالنسبه طبعا للاسوأ فهو محمد الشناوي ومحمد مجدي قفشه، ومن غير بقى الكلام الكتير احنا فرحانين، فهم دول الاسوأ. في نهايه الحلقه كان في سؤال مهم جدا عايزين نعرف اجابته. من اي قذيفه جاءت يا باتشيكو؟ عموما الف الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره الفوز النهارده بالكاس. نقفل ونبص على البطوله اللي بعديها. ده كان كل حاجه النهارده، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. سلام عليكم.